كان اسمي أسماء، عمري 27 سنة، متزوجة من محمود منذ 8 سنين. كل همي في الدنيا كان إني أجيب طفل، لأن الحياة الزوجية بدون أطفال كانت جحيماً حقيقياً. زوجي كان دايماً متغير المزاج، عصبي، وكل خناقة بينا سببها الوحيد إنه ما فيش أطفال. كنت بحس إني قاعدة على بركان. قبل الجواز كان محمود حلم كل بنت، وسيم، هادي، رقيق، وبيخليني أحس إني ملكة الدنيا. الناس كلها كانت بتحسدني على حظي. الخطوبة كانت جنة، كنت بأخبيله كل حاجة، بأرضيه حتى لو كنت أنا المظلومة، وكنت بشوف إن ده طبيعي لأني بحبه. كنت بقول لنفسي هخلي بيتي الجنة اللي يسكن فيها. بس بعد الجواز الدنيا اختلفت. أول شهرين كانوا لطاف، لكن بعدين بدأت المشاكل. تعرفت على سهير، جارتنا اللي ساكنة قدامنا. كانت ست لطيفة ودمها خفيف، وكان عندها ولاد. حكت لي إن جوزها متجوز عليها وإنها ساكتة عشان ولادها. نصحتني إني أكون حكيمة، إني أسيبه شوية يشتاق لي، إني أروح عند أهلي عشان الغيرة تنعش العلاقة. سمعت كلامها وجمعت شنطة هدومي ومشيت من البيت من غير ما أقول لمحمود. رحت عند أمي، وأمي زعلت وقالت لي أنتي غلطانة، الراجل عايز ولاد، وأنتي اللي ناقصك مش هو، ارجعي دلوقتي قبل ما تندمي. رغم إن الوقت كان متأخر جدا، أخويا وداني البيت. فتحت باب الشقة بهدوء عشان أعمل لمحمود مفاجأة. لكن فجأة سمعت همس جاي من جوه، صوت راجل وست بيتكلموا بهدوء. قلبي بدأ يخفق، حسيت إن في حاجة غلط. دخلت على رؤوس أصابعي وقلت لنفسي يا ريتني مرجعش، يا ريتني ما اسمعش اللي جاي. هل أسماء هتعرف مين اللي جوه؟ وهل هي مستعدة للصدمة اللي بتنتظرها؟ تابعوا الجزء التاني. دخلت صالة الشقة بهدوء، وكان الصوت الجاي من أوضتي واضح أكتر. مشيت على قدي وقلبي كان بيقرع في صدري كأنه هيطلع. وقفت عند باب أوضتي، النوم مفتوح شوية، وشفت اللي عمري ما تخيلته في أسوأ كوابيسي. سهير، جارتي اللي كانت بتنصحني طول الوقت، قاعدة على سريري مع جوزي محمود. هما متحضنين وبيهمسوا لبعض. كانت لابسة هدومي الشخصية. مشيت من جنب الدنيا. الست اللي كانت بتقولي روحي لأهلك عشان تندهي عليه كانت هي السبب في خناقنا. الست اللي كانت بتديني نصائح عن الخيانة كانت هي الخائنة. لأول مرة في حياتي ما زعقتش وما بكتش، حسيت سكون غريب جوايا. دخلت الأوضة بهدوء وقلت لها بصوت واطي سهير، اخرجي من بيتي دلوقتي، مش هكررها. هي اتصدمت، قامت بسرعة، لبست طرحة من عند الباب وخرجت من غير ما تقول كلمة. محمود فضل قاعد مكانه متجمد، مش عارف يقول حاجة. ما كلمتش محمود في أي حاجة طول اليوم. غيرت هدومي، أخدت شاور طويل سخن، وعملت كوباية ينسون. نمت في الأوضة التانية. كان بيحاول يقرب مني، بس أنا تجاهلته تماماً. كان مستغرب من ردة فعلي الهادية. كان متوقع إني أزعق أو أضرب أو أسيب البيت تاني. الصبح بدري قوي صحيت وطبخت له فطوره المفضل. جبت وردة حمراء وحطيتها جنب الطبق. فتحت عينيه وهو مصدوم. سألته بهدوء، فاكر أول هدية جبتها لك قبل الجواز؟ كانت وردة زي دي؟ فاكر كنا بقينا إزاي؟ أنا عايزاك تفتح قلبي وتقولي الحقيقة كاملة. ما تخافش، أنا شفت أسوأ حاجة ممكن أشوفها. هل محمود هيواجه بالحقيقة؟ وهل أسماء هتقدر تسامح؟ إيه اللي هيقوله دلوقتي؟ الجزء الثالث، جاوبكم. محمود فضل ساكت دقايق، ماسك كوباية الشاي ومرتجف، وبعدين ابتدى يحكي. قال لي سهير كانت بتكلمني من وراكي بقالها شهور، من أول ما جهتي تحكي لها عن حياتنا. انتي اللي قربتيها مني. كل كلمة حكيتيها عنها عني، عن علاقتنا، عن احتياجاتي، هي خدتها وتسلحت بيها. قالكي إنك ما تفهمينيش، وإنها هي اللي تقدر تهتم بيا. تابع بصوت مكسور. أنا مهما حاولت أقاوم كانت دايما موجودة، ومرة واحدة أنا أضعفت. بس ببقى نادم، وبعد كل مرة بقول لنفسي دي آخر مرة. وخايف أخسرك يا أسماء، وخايف من نظرة الناس. بصيت له في عينيه، كان بيبكي بجد. بس أنا ما حسيتش بالشفقة، حسيت بالغضب اللي مخنوق جوايا من سنين. قلت له أنت مش ندمان عشان غلطك، أنت ندمان عشان اتمسكتي. الفرق كبير. بعد الجلسة دي أخدت قراري. قلت له أنا مش همشي النهاردة، لأ، أنا هكمل هنا عشان أثبت لنفسي إني أقوى منك ومنها. بس صدقني،
الموضوع مش هيمشي زي ما انت متخيل. وبعدها بشهر اكتشفت إني حامل. كانت مفاجأة مدمرة ومبسطة في نفس الوقت. تعبت جدا في الحمل، ولما جاب الله بني كريم تغير كل حاجة. بقيت أم مشغولة بالرضاعة والسهر، ومحمود بدأ يحس إنه مهمش. رغم إني كنت بعمل اللي عليا، هو كان عايز حياة تانية. في يوم وهو خارج من الشاور ساب تليفونه قدامي، وأنا بقلبه لقيت رسالة من سهير. الرسالة كانت بتقول: إيه اللي أخرك النهاردة؟ قلتلك تعالى بدري زي كل مرة. اتجمد مكاني. يعني لسه مكملين؟ كل ده كان بيمثل قدامي إيه اللي هتعمله أسماء لما تعرف إن الخيانة لسه مستمرة، وهل هترد بتهور ولا بذكاء؟ الجزء الرابع هيصدمكم. ما عملتش أي مشكلة في نفس اليوم، ما كانتش لحظة انفعالية. قلت في سري: خلاص، دلوقتي أنا عارفة كل حاجة وحلعبها بطريقتي. رجعت التليفون مكانه وعملت نفسي ما شفتش حاجة وابتسمت له. هو كان مبسوط إن الوضع هادي. أيوة، أنا خليته يحس بالأمان. بدلت هدومي وروحت الشقة القديمة اللي كنا ساكنين فيها قبل ما ننتقل، اللي هو قال لي إنه أجرها لعائلة محتاجة. خبطت الباب. فتحت لي سهير بنفسها. كانت لابسة بدلتي اللي سبتها في الدولاب هناك. الشقة كانت فرشها زيه زي زمان، كأني أنا اللي مسافرة وهي اللي سبت البيت. تصنعت الهدوء وقلت لها: سهير، أنا عارفة كل حاجة. انتي متجوزة محمود من 1.5 سنة، صح؟ وانتي اللي خلصتي خلع جوزك الأول عشانه. هي انهارت واعترفت. سجلت كل كلمة قالتها على تليفوني من جوه جيبي. قالت: أنا بحبه وأنا مش هسيبيه، وهو مش بيحبك، انتي بس أم ولده. جمعت كل الأدلة، شهادات، رسايل، محادثات، تسجيلات. وفي الليل عملت أحلى عشاء، لبست أحلى فستان، وديت كريم عند أمي. وقبل ما يجي محمود جوزت كل حاجة. ولما جه من الشغل استقبلته أحلى استقبال. حطت له أغنيته المفضلة وأكلته بيدي. كان مبسوط قوي وحاسس إن الدنيا رجعت زي الأول. وبعد الأكل طلبت منه كوباية مية. قعدنا على الكنبة. قلت له بهدوء: محمود، أنا مسامحاك. فرح جدا وعانقني، بس كملت: مسامحاك ومسيباك. أنا عارفة إنك متجوز سهير سرا من 1.5 سنة، وعندي أدلة توديك في داهية لو رفضت تطلقني. وشه اتغير لونه، عارف إنه خلاص ملهوش حل. هيعمل إيه محمود دلوقتي؟ وهل أسماء هتقدر تاخد حقها القانوني والمعنوي؟ الجزء الخامس هيكون الحسم. محمود انهار قدامي، ركع على ركبه وبدأ يعيط ويقول: أنا غلطان، أنا مدمنها، أنا مش قادر أسيطر على نفسي. هي كانت بتهددني إنها هتفضحني في الشغل وفي العيلة. سكتته وقلت له: كفاية، أنا مش قاضية. أنا عايزة حاجتين بس: الطلاق وحضانة كريم من غير منازعات، وإلا كل التسجيلات هتطلع لأهلك وأصحابك. وافق على طول. خلعني في نفس الأسبوع بموافقة الأهل. وبعد الطلاق بأسبوعين سهير جت تقابلني في الشارع. قالت لي: أنا اللي كنت بتصلح ما بينكم في الأول، أنا اللي جبتك من بيت أهلك. قاطعتها قلت: سكتي، انتي صيدك كان جوزي اللي مش أمين، وصيدي بقى حريتي. بعد الطلاق ناس كتير تقدموا ليا، شباب محترمين، متعلمين، أغنياء. بس أنا ما كنتش عايزة أتجوز. كنت خايفة، كنت مجروحة. ماما تعبت معايا من كتر الكلام. كانت بتقولي: يا بنتي انتي لسه صغيرة، 27 سنة مش نهاية الدنيا، انتي جميلة وعندك عيشتك. بس أنا كنت رافضة تماماً. قررت أركز على كريم. خليته يتعلم أحسن حاجة. علمته المبادئ والأدب، وعلمته إن الكذب مش حل. كريم كبر وبقى شاطر في مدرسته، وأنا كنت أم مبسوطة. ماما كانت دايماً بتقولي: ربنا يعوضك خير. بس أنا كنت بقول: أنا مش عايزة خير، أنا عايزة راحة بالي. بعد 6 سنين كريم بقى عنده 8 سنين. كان بيطلب يشوف أبوه، لكن أنا كنت ممنعة. لحد ما في يوم ماما تعبت فجأة، لازم عملية كبيرة، احتاجت فلوس كتير، ولم أجد أحداً يساعدني. وبعد فترة سمعت إن محمود ساب سهير في سنة أولى جوازهم، وإنه سافر برا. سهير رجعت وحدها، ومحمود اختفى تماماً. هل أسماء هتقدر تسامح بعد كل اللي حصل؟ وهل هتشوف محمود تاني؟ وإيه الدور اللي هيلعبه كريم في القصة؟ الجزء السادس والأخير، الخاتمة. عدى على كريم 14 سنة، بقى شاب كبير، شبه أبوه في الشكل،
بس مختلف تماماً في الطباع. أنا علمته كل حاجة عرفها عن أبوه بكل أمانة. قلت له: أبوك غلط، بس أنا سامحته، لأن الغضب كان بيأذيني مش بيأذيه، وإنت ليك الحق إنك تاخد رأيك فيه. كريم كان عايز يعرف مكان أبوه. دورت بمساعدة محامي، لقينا إن محمود سافر إلى دبي، اشتغل هناك واتجوز واحدة أجنبية وخلف منها بنت. بس هو كان دايماً بيبعث رسايل ليا على إيميل قديم مش بستخدمه، رسايل بتعتذر، بتقول إنه كل يوم بيفكر في كريم وإنه نادم. كنت بمسحها من غير ما أراها. في يوم ماما ماتت بعد صراع مع المرض. في جنازتها فوجئت بواحد واقف في الآخر. كان محمود، شيب شوية بس لسه شكله مهضوم. جه قال لي: أنا جيت من أجل كريم مش من أجل أي حاجة تانية. مد إيده، ما مدتهاش ليه، بس كريم هو اللي تقدم وقال: أنا عايز أسمع منه كل حاجة على مهل. قعدوا سوا 3 ساعات في أوضة الصالة، وأنا كنت قاعدة في أوضة جنبهم بحاول أسمع. كريم بعد ما خلص جه حضني وقال لي: ماما، انتي أقوى إنسانة في الدنيا. أبوك اعترف بكل حاجة، وأنا أسفة إنك تعبتي سنين عشاني. سألته: عايز تكمل معاه ولا تقطعه؟ رد كريم: أنا مش عايز حقد، بس مش عايزه في حياتي كأب يومياً. ممكن مرة في الشهر نشوف بعض. أما أنا قررت أسيب الماضي. لسه عمري 41 سنة، مش متجوزة، لكن راضية. تعلمت إن الحب اللي يجيب دموع مش حب، وإن الخيانة ألمها بيعدي، بس الجرأة على المواجهة هي اللي بتغيرك للأبد. هل قررتي أسماء ترتبط بعلاقة جديدة؟ وهل محمود فعلاً تغير ولا كان بيمثل تاني؟ كل واحد يكتب نهايته في التعليقات، لأن الحياة أحياناً بتفضل مفتوحة على كل الاحتمالات.